احنا كعمال نظافة هون بهالمرآب، أولا العمال تعاني إنه رواتبهم قليلة، يعني بشكل عام راتبهم مليون وما يسوي شيء المليون بهالظروف الصعبة هذه اللي نشوفها كل العالم بكل مكان قاعد يقول الرواتب تحسنت، احنا الرواتب ما تحسنت. ثانيا آلياتنا يعني أكثرها هشوفها أتصورها كلها معطلة، أكثرتها معطلة، والمواطنين هم ما يتعاونون معنا، هالقمام يكبونها بجنب الحاويات، أنا كسائق جرار يكبونها برا بجنب الحاويات، ما يتعاونون معانا. ويعني مطالب طبابة ما إن إحنا تأمينات ما إن، أنا صار لي 13 سنة أشتغل ما إن طبابة، ما إن يعني وين ما تشتكي ما نطالبوا بخبز يقول ما نقدر نأملكم خبز، إحنا هاي مو شغلتنا ما نقدر نأملكم خبز. دكاترة ما بي إن إحنا، وهذه مطالب العمال. هسه أي واحد حكي معاه هذه مطالبه. أنا أحمد السليم، سائق مراب النظافة في مدينة القامشلي. عم نداوم الصبح الساعة بالخمسة ونص 6 ننطلق من المراب على عملنا، وعم نأدي عملنا على أكمل وجه. بس في عم نعاني من مشكلة صغيرة، بس عدم التزام الأخوة المواطنين برمي النفايات بالأوقات المحددة. نتمنى من الأهالي إنه بس يساعدونا بهالموضوع هذا، يلتزمون بالتوقيت المحدد برمي النفايات، ورمي النفايات بضمن الحاوية كمان، ما تنكب الزبالة بالأرض. وكمان في شغلة كمان عم نعاني منها، عم يجيبون الحجر والتراب والشجر يكبونه كمان بالحاويات، هاي كمان عم نعاني منها. يا ريت بس نتمنى انه الاخوه المواطنين يساعدونا بهالموضوع، والله يعطيكم الف عافيه. استاذي في عندنا مشكله واحده من هذول اللي متسولين، يعني نطلع احنا الصبح الحاويه تلتم ويلتم اللي بالارض، بعد ما يلتم بالارض تجي بعد شي ساعه كله مفروش بالقاع. يعني احنا قاعد نطلع هلا الساعه 6، الساعه 6 تطلع الساعه 10، يعني بعد ما تشيل السياره في مناطق جوال، يعني كل 4 ساعات 5 ساعات تجي تشيل السياره، بعده تجي تلاقي كله مفروش بالقاع. يعني عندك بالنسبه للمحلات وللمدنيه مو مهتمين بالنظافه بالمره، فهمت علي؟ يكشموا اكياس بالحارات، يكبوا بالشوارع، نجي احنا بدينا اللم. هاي اللي مشكله عم نعاني منها. نعاني بعض مشكله بالنسبه للاداره، يعني تاخير الرواتب فقط لا غير بس. اما بالنسبه للمعلميه كل جهودهم مقصره معانا. انا صار لي تقريبا شي 5 سنوات، 5 سنوات صار لي. بالنسبه الهافال ابو خليل كل جهدهم مقصر معانا بالنسبه للشغل، وهافال مهدي هذول اللي عم نشوفهم كل مره يعني ويتواصلوا معانا، يعني بالنسبه بالليل والنهار مو مقصرين معانا بشكل عام، لا معامله لا عمل لا اليات. بس في بعض هذه امور ما لنا دخل فيها احنا كعمال. البقيه الثانيه معامله كويسه، احترام للعامل بكل اخلاص وبكل ادب. بس في عندنا شغله ثانيه قلت لك، الرواتب وهالمتسولين بالشوارع. يا أخي اليوم عندنا عدة مشاكل عم ينظلم بيها العامل كمان. يعني أقرب مثال اليوم سيارات البلدية تطلع على الشوارع العامة، تلقى النسوان قدامها تمزق الأكياس وتكب زبالة وكأنك من شايل شيء. إذا تنظف كمان ويرجع شخص يرمي كيس، تجي النسوان يكشموا الأكياس ويكب زبالة، ترجع على البلدية تقول أنت من شايل الشارع الفلاني، وهو يكون مشيول. هذا الأمر ما يعني قاعد تنظلم العمال بيه. مطالبنا اليوم مكان ما في آليات. إذا يضرب دولاب يظل 3 أيام واقفة. اليوم راتب ما يكفي العامل. اليوم مليون أنت احكي لي إيش بدي يكفي عامل من أول الشهر لآخر الشهر، وتأخير 10 15 شهر تيجي الراتب.